هلو. انا ريهام حليم. تعرفنا على بعض من الابيسود اللي فات. هقول لكم ان احنا نهينا الابيسود اللي فات بفكره ان احنا اتكلمنا عن التيرنينج بوينتس بتاعتنا، ليفل 1 كده، حاجه بسيطه. فالابيسود ده عايزين نديك ديب مور في الديتيلز بتاعت التيرنينج بوينتس بتاعت كل حد مننا. هتبقى مور اوف ان احنا بنحكي مع بعض، بنحكي قصصنا عامله ازاي. وكل حد هيرفلكت اون البوينتس دي، وخلينا نشوف نقدر نفيدكم ازاي النهارده في الحلقه. جيجي اول واحده هنتكلم معاها. ريري. احنا اتكلمنا عن يعني بريفلي كده الحلقه اللي فاتت عن التيرنينج بوينتس بتاعتنا وايه اللي حصل لنا عشان نبتدي نسال نفسنا من انا. قولي لنا بقى ايه اكتر تيرنينج بوينت او اول اي ثينك اول تيرنينج بوينت اللي حسينا فيها اللي هو ايه اللي بيحصل. هو كان في two turning points هسميهم defining moments أو هسميهم wake up calls. أول واحدة related للصحة، وتاني واحدة related to my relationships. في حد بيشتغل في الكوربريت لايف بقالي مدة طويلة قوي، مفهوم السكسس بالنسبة لي الهارد وورك والستريس والبيرن اوت، وانا لازم اثبت نفسي واغير بوزيشنز وهيراركي و فحصل انه حصل لي زي هارت اتاك ودخلت المستشفى، وده كان وانا عندي اواخر الثلاثينات اوائل الاربعينات. وكان الدكتور مستغرب، هو انت لستي مدخنه، سنك ما ينفعش يبقى الهارت الكلام ده اتاك دي كله بالنسبه لنا الناس يعني. الكبيره وفي بقى اللي ممكن الستات يحصل لها بقى كده. كمان مش يس كومن يعني. يس. لا انت هتدخلي هنعمل قسطره في القلب ونشوف ايه، ونشوف اذا كان هيبقى دعامه والكلام ده كله. ودخلت and this was a wake up call. هو ايه البرايورتي في حياتي؟ انا داخله مش عارفه هدخل واخرج ولا لا. هو ايه البرايورتي في حياتي؟ طب ولادي، طب مامتي، طب جوزي طب ايه اللي بيحصل يعني؟ طب لو ما خرجتش، طب الولاد دول ايه؟ دي بيج هيت. that was a very big hit بالنسبه لي. وابتديت ابص على البرايورتي. ما كانش الشغل هيجيب حد بدالي تاني يوم، الشغل هيلاقي حد تاني يحل البوزيشن بتاعي، بس مين اللي هياخد البوزيشن اوف مام لاولادي؟ واتخيل بقى طب وبناتي وهما بيتجوزوا وانا مش موجوده، وما كنتش لسه جبت ابني نمره 3 بس يعني كان ساعتها البنوتين. ده كان اول wake up call، ودي كانت بالنسبه لي turning defining moment للديفينيشن of success. هو success بس هنا سألتي نفسك أنا مين وإيه البرايوريتي بتاعتي، اه ولا سألتي نفسك أنا مطلوب مني أعمل إيه مع اللي حواليا انا دول؟ وصلت هنا ازاي؟ اوكي. وده اللي خلاني اسال بعد كده، هو انا ما كنتش in alignment مع ايه؟ انا طول عمري شايفه تاني success ازاي؟ ما هو ده جزء من التكوين. سؤال من انا مش لازم يبقى سؤال واضح، يس. بس جزء منه اللي انا كنت فاكراه انه success. ما هو من انا لزقت الليبل بتاع السكسس. انا I'm a working woman professional one، لا طق 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 طق. فدي كانت اول big hit وقفت فيها، قصة الصحة. second big hit كانت in a relationship، وارجع تاني اقول ولادي، بنتي الكبيرة. انا وهي كنا في استراجل على طول وخناقات، ومش حاسه ان احنا فريندز مع بعض. طب ازاي انا وهي، هي شايفاني I'm not the closest person to her. واول هيت كانت بالنسبه لي ان الاقي ان هي بتتكلم مع مامة اصحابها اكتر ما كانت بتتكلم معايا. تاني ارجع اقول هو مفهوم التربيه برضو هنا ايه. ده كان تاني حاجه اسال نفسي أو أنا فيها، كأم المفروض أبقى عاملة إزاي مع بنتي؟ الديفينيشن بتاع الأمومة إيه؟ يعني quantity quality friendship ما بين الأم. مش بس كده، كمان أكبر درس فريدة علمتهولي is unconditional love. هو معنى the unconditional love. لأن إحنا الأم بيتقال إنه هي بتحب ولادها unconditionally. إيه ده أنا كنت بخبط معاها في حاجات، لو عملتي كذا احنا اصحاب وحبايب، انتي ما بتعمليش كده فانا وانتي in struggle. اوكي. then فريدة كانت بتعلمني unconditional love. اعادة بقى مفهوم الامومة with the unconditional love. علمتني patience. انا ما كنتش حد صبور خالص خالص.
مش عارفه جيجي اشوفك دلوقتي يعني مش صبورة خالص. هو انت الشخص اللي كنتي بتتكلمي عليه ده الصبورة دي فعلا مش ده، هي اكتر حد عندها صبر يعني شفته بجد واتعاملت بالظبط معاه حقيقة. فما كانتش جيرني سهلة في انه الواحد، هي الفكرة في كل ده انه لما الواحد يقابل تشالنج ما، ده بيصحينا ولا بيرجعنا للاوتو بايلوت تاني. يس يعني كان ممكن اخرج من المستشفى back to square one اتس تشويس في الاخر وديسيجن يس وحرية. فكان ممكن اخرج من المستشفى بريزيوم حياتي تاني. وجالي سكند هيت بعد كده برضو، يعني اللي هو برضو انا مش اللي هو اتغيرت، مش هقولك turning point، بس that was a journey. وانا عايزة اقول هنا ان النهاردة في العمر ده انا دي رسالة مهمة قوي ان الناس تبقى عارفاها. I'm 60 النهاردة من العمر، في العقد السادس من العمر and it's never too late. يعني it's never too late ان الواحد طالما لسه في بقية من العمر على الارض، احنا المفروض ان هو نبقى دايما بنقف ونشوف ازاي نبقى خليفة لله على الارض بطريقة فعلا مفيدة وليها فايدة. وبنشتغل يعني، وده ندخل في قصص تانية بقى بعدين. جزء تاني كان الريتايرمنت من الحاجات الواكب، مفيش حاجة اسمها ريتايرمنت. هي الفكره برضو ان الويك اب دي ممكن تيجي مره اتنين. ريهام بقى تقول لنا. هو انا يعني مش هسميها برضو turning point. زي ما قلت لما جيت اعرف who am I، اول حلقة قلت لكم من 5 سنين كانت حاجة، ومن دلوقتي تعريف تاني خالص. نفس القصة للتيرنينج بوينت، هي ما كانش اسمها شيك كده على فكرة. كان اسمها انا اتوجعت، انا اتقهرت، انا الناس دي كانت بتيجي عليا، انا مش سعيدة، انا مش مبسوطة. ليها اسم تاني اللي هو الخبطة يس قصدك عشان الناس لما تسمع turning point تاني دي بقى ان حاجه لازم اللي هي بقى يا تبقى جماعه ما صدمه كانتش او حاجه عميقه يعني. وارد. لا يعني التيرنينج بوينت لما بنسمعها بنسمع نحس ان هي حاجه عميقه وعملنا فيها مجهود. لا على فكره عادي جدا. انا التيرنينج بوينت بتاعتي كان في انجر انا كنت حاسه بيه مش مبرر ومش منطقي وكتير قوي all the time. بس التيرنينج بوينت الخبطه القويه قوي it's just a relationship او a friendship مع صاحبتي. we were so close. وبعدين فجأة one time هي اختفت، قررت ان هي تختفي. وانا كنت so attached to her، كنت بحبها جدا 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 وكنا so close مع بعض. هقول انها turning point؟ لا على فكرة هو كان في signs بس لما انا قررت اشوف الساينز دي امتى؟ لما كان البين so much، لما كانت الهيت او الخبطة so much. all بقى يعني all بقى this time كان في برضو alongside challenge مع بنتي. انا خلفت، انا ما عنديش experience اصلا في المعامله مع بنتي، بتعامل كده زي ما بتقال كده بالبلدي زي ما اهالينا ربونا. يعني يلا اوتو بايلوت بس. خناقات ستراجل. انا حاسه ان انا مش عارفه اتعامل. هي على طول انا وهي فايتس all the time. كانت لسه صغيره حتى. ويلكم تو ذا كلاب. وكان في استراجل تاني ان انا كمان حاسه ان انا ام لوزينج ماي سيلف. انا شخصيه طول عمري بحب قوي التنطيط والسفر ومش عارف ايه. فوانس ان انا خلفت واتجوزت قعدت قوي، فبقى التيرنينج بوينت اوف ان هو انا كده البيج خلاص، تشينج اللي نفسي. حصل لحياتي. هو انا كده انا خلاص هو تخليت ده. عن نفسي. فاضطريت اقعد مع نفسي لوحدي فتره. كان ساعتها ايام الكورونا، وحصل يمكن الكورونا حصلت في شهر 2، صاحبتي عملت الموقف ده في شهر 5. مفيش اوبشن انك هتعملي حاجه. يعني يمكن لو كانت التيرنينج بوينت دي كانت خبطه جامده، او الالم اللي انا خدته على وشي او الوجع اللي انا اتوجعته ده لو كان جه في وقت عادي، هو ممكن السيكونس بتاع المواقف لو- هو اللي بقت خلاها turning لو point. كان جه في وقت ما كانش فيه قفله، فانا مضطريه اقعد مع نفسي. انت ما عندكيش اوبشن انك تقعدي مع نفسك ومع بنتك اللي انت وهي طول النهار في خناقات، فما عندكيش اوبشن. فكان هو ده الهيت. يمكن لو كانت هي عملت الموقف ده صاحبتي او في شغل في سفر، كنت هلهي نفسي، كنت هتشقلب بقى، هعمل اي او هخش ايه، اروح سينما، اسافر، اعمل، كنت الاقي حاجه تلهيني. فلو هقول التيرنينج بوينت هقول يمكن مجموعه عوامل مع بعض جت في وقت صح جدا، وانا كنت ريدي ان انا اشوفها. بس وقتها انا كنت مسمياها ايه؟ ألم، اتخدعت، سميتها اتخنت، سميتها انا ما كنتش متقدره، انا ما كنتش I'm متشافه، not good enough I'm not good to enough، be انا a مش friend worthy، انا مش ومش worthy worthy. إن طب انا أنا عملت ايه؟
كان بقى طب انا عملت ايه غلط، طب انا كنت المفروض اتعامل معاه، طب انا غلطت في ايه، طب انا ممكن كميه داوت بقى ولخبطه. فما هي ما كانتش اموره بقى تيرنينج بوينت وشكلها شيك كده خالص، لا هو كان شكلها عياط طول الوقت، كان شكلها ان انا بالليل مش بعرف انام خالص، وشكلها بقى الاسوأ من ده كله ان انا عييت. ودي بقى كانت الالم اللي على وشي، جالي اميون ديزيز وحاجه طلعت لي في وشي، قعدت 2 سنين اتعالج من اخد ادويه واروح معرفش الدكاتره واعمل ليزر ما بتروحش. فوقفت بقى مع نفسي كده وقلت هو ايه ده، هو لدرجه البين والاتاتشمنت وان انت مش عارفه قيمتك وي 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 انك تعي. والتيرنينج بوينت كمان يمكن هقولها اللي لسه دلوقتي حالا فاكراها، اتهتني وانا بتكلم ان مره كنت عندي 34 سنه وبطلع السلم، كنت ساكنه في الدور الاول بنهج، شايله اكياس يا جماعه، كيستين يعني العادي شايله عيالي مثلا ولا شايله العادي. خط السفر كنا كيستين. بنشير سلور وصلت اللي بتعمل قلت لا انا 34 سنه بنهج، لا there is a stop and I need to take هنا it. برضو it's a decision. Decision. ممكن حد يحصل معاه كده وما ياخدش ما هو باله. حصل. يس هو هل لما صاحبتي عملت معايا الحركه دي هو ما كانش فيه ساينس؟ كان كان فيه في بس انا ما شفتهاش. يس هل لما كنت أو بطلع مش عايزة السلم تشوفيها. اول مره اطلع السلم يعني، بس في مومنت معينه it's a divine time, يس it just hit me and it was just the right time. turning point عندي بقى شبيهة جدا ليكي، يعني سبحان الله. احنا مش متجمعين بالصدفه كده. ايوه سبحان على الله. فكره مفيش صدفه، في صدف. يس ودي حاجه من الحاجات اللي هنبقى بنتكلم يس فيها في دي المراحل حقيقة. الجايه. مفيش حاجه اسمها صدفه يبقى هذا كون ليس عبثي. له عبثي. لا فما بس دي من الحاجات اللي لازم نتكلم عليها يس eventually اكيد. بعد يس كده. اكيد. التيرنينج بوينت كانت بقى a lot of turning points ورا بعض، واللي خليتيني اخد بالي منه دلوقتي وانتي بتتكلمي ان هو decision فعلا، ان الحاجات اللي ورا بعض دي كلها قرارات انا خدتها، مسكتها رميت نفسي في البحر وهتتصرفي. اول حاجه لما تعبت ابتديت اليوجا بالراحه، لذيذ تمام، انا بعمل حاجه عشان ابقى كويسه. تاني حاجه بعد 15 years of corporate فجاه، طبعا قعدت طبعا 2 سنين اخد القرار ده، انا مش عايزه الحياه دي. فجاه وقفت مع نفسي، انا مش عايزه الحياه دي، انا مش مبسوطه. ايوه طب هتعملي ايه؟ ما انتي اتربيتي على ان انتي تتخرجي تذاكري عشان تتخرجي، وتتخرجي عشان تشتغلي في تشتغلي، شركه كويسه وتشتغلي عشان تكبري تاخدي وتاخدي مرتب. فلوس وتعملي اسم وكارير. سيستم، هو في سيستم حضرتك لازم مالي. تمشي ايه عليه. ده ايه ده. المانيوال. فانا التيرنينج بوينت بالنسبه لي ان قعدت مع نفسي، كنت بقعد مع نفسي. انا كنت في الدوامه، رايحه جايه، خلفي اقعدي اجازه، ارجعي شغل اقعدي اجازه كده. الحياه هي اللي ماشياني. فحسيت ان انا زي ما انتي بتقولي it's not جايه كده coincidence، بس اللي هو انا قعدت مع نفسي. فلما قعدت مع نفسي وسبت الشغل حسيت اللي هو ايه ده في حاجات، ايه ده انا ممكن اكتشف نفسي، ايه ده انا ممكن مع انه كان to ريسك، explore. ودي مهمه برضو It's a very نقف big risk. عليها. وبرضه عايزه اقول حاجه، إنها مش معنى ده ان اللي بيشتغل في الكوربريت لازم يعمل ده. هي الفكره ان عندنا انا example مع أهو. انا كملي معايا صمدة لسه. انا صمدة لسه. هي حابه ده. because when you do what you work Yes. you love it's not work. لكن انا انا يعني غالبا كنت فاكره نفسي حابه ده على فكره، وكنت بفايت انا مش هسيب شغلي، انا فاكره نفسي حابه ده. بس انا اكتشفت ان انا ما كنتش حابه ده، وعرفت هنا بقى في رحلتي بعد لما سبت الشغل. فدي كانت فعلا big turning point بالنسبه لي، وناس مشيت وناس جت. ابتديت يعني learning explore. lesson هنا ايه؟ يعني انت في الحته دي what was the listen learning to lesson؟ yourself. لما تيجوا تحسوا مع نفسكم ان انتوا عايزين تعملوا حاجه، المخ بيخش يقولك لا انت هتعملي عكس اللي الناس كله بتعمله، لا استني، لا كارير، لا اهلك هيقولوا ايه، لا مش عارفه إيه. لا اسمعي نفسك، وتراست in yourself، وتراست في ربنا اكيد، وتراست ان كل احساس بيجيلك ده بيبقى ساين من عند ربنا. وان مش دايما اراء الناس هي صح، هو رأي الناس بيجي من الاكسبيرينس بتاعت الشخص ده في الوقت ده، وانها مش بالضروره انها تكون applicable عليا. واكسبتنج برضو يا جيجي ان انا لما اخد القرار ده انا هتحمل الكوينسيدنس بتاعته. بس هو ما انت احنا لازم نخلي بالنا من حاجه برضو هنا يا ريري، انه فير ويعني ما هواش طبعاً. الخوف. احنا عندنا 47 نوع من الخوف على فكره. انا قعدت سنتين فالخوف- باخد القرار من يعني الخوف برضو سنتين. لازم احنا نبقى عندنا قدر من ان احنا نفهم انه الناس بتمر. الخوف هو شعور مش سهل حد يتغلب عليه، وهو شعور الناس ما خدت على انها to avoid fear، مش انها to go through
fear. Yes. ودي من الحاجات اللي احنا في البودكاست هنبقى بنتكلم هنتكلم عليها عليها اكيد دي لما deeply. في حاجة انتوا دلوقتي وانتوا بتتكلموا يعني just hit my mind ان فكرة كلنا اتخبطنا خلاص في حاجة حصلت لنا كبيرة and then وقفنا كده بس اللي عمل ان احنا دلوقتي قاعدين على الترابيزة دي بنتكلم ان احنا we are all understood there is a choice Yes. there is an option. هو انا مش متضايقة وزعلانة وقاعدة وقت الكورونا ومحبوسة وباعية وخلاص كده، لا على فكرة في اوبشن تاني اعمله. في اوبشن نعمل حاجه مختلفه. ودي بقى اكتر تحدي ان احنا ولا انا شفته في ناس كتير حواليا احنا بنتكلم مع بعض وبنانتراكت وبنحكي قصصنا ان ساعات لا هو انا ما اعرفش اكون غير كده، هو انا مش هقدر، انا عندي مسؤوليات، انا عندي حياه، انا عندي ولاد، انا على فكره كلنا عندنا ده، بس there is always an option. لما تفتحي تكسري حته البليف دي ان هو only one option with only one way في هتحسي possibilities. You open ان في possibilities. possibilities وهتحسي ان لا there is a lot to discover and to see more about it. بس 95% يا روما معظم الوقت من الناس لما بتبقى شايفة انه انها يعني ما يقولك لما يتلككوا بحاجات كده هو هي ده الظاهر بس not the sponsoring thought. بتبقى الحقيقة ورا الموضوع ده ليه علاقة بقى بحاجات كتيرة من اللاججز اللي البني آدم شايلها معاه، ما هو بس بندي اكسكيوز بيها ظاهري انه لا اصل انا هعمل ايه، اصل انا علشان الولاد، اصل انا مش هقدر اخد عليا القرار اقساط، ده. وده اكبر انا مش دليل ان هو عارفه ايه. تشويس. هو وهو it's a مش choice. المقصود من اللي احنا بنقوله، ما هو مش صح ان احنا ناخد drastic changes تعمل turbulence، مش ده الصح ان احنا نعمله. Take it slowly. وده وستيب هنتكلم باي فيه ستيب. بعديه بتبس اكتر into details في الحته دي. لازم incremental changes زي ما بنقول. دي لما نيجي نتكلم في الحلقة الجاية هي incremental steps و changes. الهيوج leaps دي ممكن تعمل setback تاني، ممكن تخلي البني آدم يرجع back to square zero ويلوز confidence في نفسه. ما هي الفكره في حاجه ان ايه اللي بيخلي الموضوع very scary ويقعد سنتين زي ما ريهام ما بتقول؟ ايه اللي خلاني انا عشان اخد اول ستيب وابتدي اخش الجيم واهتم بجسمي واهتم بصحتي؟ ايه اللي خلى جيجي ترتب الاولويات بتاعتها تاني؟ ان ساعتها احنا لما وقفنا وجالنا الشيكي مومنت دي وابتدينا نفكر في حته انا بخرج من الكومفورت زون بتاعتي يا جماعه and it's very scary. وده فمخي طبيعي. بالنسبه لي لا هو ده ده السيف يا جماعه. Yes. انت عبيطه، انت هتروحي تعملي نفسك في التهلكه. جيم ايه؟ هو انت اصلا تعرفي تشيلي حديد؟ ده انت ممكن تخشي اصلا تتصابي. هيبقى في ستوريز لان مخك عايزك يخليكي دايما سيف في الكومفورت زون بتاعك، فده تشالنج نفسه في حد ذاته. طب من الاكسبيرينس بتاعتك يا روما دلوقتي، من التيرنينج بوينت بتاعتك اللي انتي اتكلمتي عنها، عايزه تفسري كده للناس ممكن تعمل ايه ببريف وورد كده لما يحصل لك كده؟ ازاي تفكر تاخد قرار، او ازاي تفكر ان التشينج ده هيفرق معاك، او ايه اللي ممكن يحصل يخليك تتغير؟ هقول ناو بقى وانا قاعده معاكم ان take it slowly on yourself. اول ما بيحصل لنا خبطه في بين، اول حاجه بنعملها ان احنا عايزين ايه؟ نخبي البين او نهرب منه ونضيعه. لازم نسكت الدمل اللي وجعنا ده. في دمل طلع في وشي، فالدمل ده او في ايدي لازم الدمل ده اسكته، فهديله مرهم بسرعه ما راحش، طب هاخد بسرعه مضاد حيوي، طب اروح للدكتور يفتحه. احنا عايزين نخلص منه. sit with it. sit with it. you need to take your time. you need to accept ان في painful situation you are into it and you need to give it its whole time. ومش بديله وانا قاعده يا رب تخلص، لا هو انا مش قاعده وانا بعصر على نفسي ليمونتين في البين. انا ماشيه مايند سيت هو ده جاي يعلمني ايه. لما اغير التون بتاعت الكلمه واقول هو انا ليه بيحصل لي كده، مش معنى انا ليه حصل لي كده ومش اول مره، ده انا على طول، طب انا غلطانه في ايه؟ او لا اما هغلط الناس كلها وهم حبايبي الاعداء، لا اما انا البائسه بقى، الشخصيه البائسه الضحيه، الكون كله بيجي عليا. لا هو على فكره ولا ده ولا ده. لما اغير النيرف بتاعي والناريتيف واقول لا what this lesson is coming to teach me وان it's okay to be in pain. على فكره الحاجات اللي احنا اتربيناها في الطفوله
انك لازم تبقي كويسه، suppression. ما تعيطيش. Yes. بتعيطي ليه؟ بيبي يعيط، لا ما استغفري تعيطش. ربنا، ده اكيد شيطان. انت ليه مش بتحمدي انت ربنا؟ محسوده. انت محسوده. انت انت محسوده دي يا جماعه. النجم بتاعك خفيف. انا سمعتها كتير مره، انت النجم خفيف. محسودة، لا دي هو معروفة. النجم فين اصلا؟ فين النجم ده حضرتك؟ ففكره ان اتس اوكي تو بي ان part of being a human being، انك تبقي تعبانه وتعيطي ما وتصرخي كانش وتغضبي. ربنا حط لنا كل ده يس اتس المشاعر دي ناتشورال ان كلها. جيجي feeling. بقى تعمل كومنت على الحته دي. انا الناريتيف changing the narrative is very important. بس انا عايزه يعني النهارده اتعلمت انه هي رساله حب من الله، او السيتويشنز اللي بتيجي دي لو انا ببص ان الحياه هي مدرسه، والمدرسه دي مش عايزه ابص، ما هو انا لو بصيت، ما هو لو فضل واحد برضو يقول، ودي حاجه اتعلمتها برضو على كبر، انه عادي ان انا اقابل تشالنجز ومشاكل في الحياه، طول ما انا expecting ده، طول ما هبقى تشالنجز جايه على ده this طول، is a controversy perspective شويه في الحته دي. انا هبص عليها Yes. انه مدرسه الحياه هي مدرسه حب. في حاجه في اللي بيحصل ده جاي يعلمني حاجه. am I willing ان انا اسمع make better choices take different decisions، ولا هتربس وهشوف انه ده ليه يا رب دايما بيحصل لي، ليه انا من دون الناس كلها، ليه انا مش عارفه اعمل ده. لو احنا بس فلبت الحته دي هيبقى سهل ابتدي اخد قرار. انا مش عايزه اقول ان دي حاجه سهله، انا it took me 10 years 10 سنين بدرس وبتعلم I'm seeking teachers يعلموني وانفست في نفسي عشان اقدر افهم نفسي، واقدر افهم هو انا فين ما كنتش الام اللي المفروض انها تكون the mother to be. الليجاسي، طب وانا عايزه اولادي يفتكروني بايه؟ وده كان برضو another dialogue للinner dialogue اللي بنتكلم فيها، وكانت change. am I willing اني اروح لبنتي اقول لها انا اسفه، انا اتربيت غلط، وبالتالي اللي عملته معاكي عملته وانا متربيه غلط. انا والدتي كانت طالعه معلماني طريقه معينه، الطريقه دي اللي احنا بنقوله هو ده اللي انا عملته معاكي، وان انا دايما فاكره ان انا محتاجين نغيرهم. to be in that level of vulnerability. yes and it's okay. وان عادي مش معنى ان انا ماما اني ما غلطش، لا هي ماما بتغلط على فكره، عادي عشان احنا عادي الأطفال- يا جماعه ماما human دي being حقيقة، يعني دي حقيقة. هنا بقى برضو هتلاقوا برضو ان احنا بنقول نفس الكلام، بس بيهت مع كل حد بطريقة مختلفة. يعني انا هنا بالنسبة لي بحس بصوا على ال turning points دي from a perspective of love مش perspective of fear. يعني حتى وانا بتخيل اللي حواليا، انا لما هعمل change ده، انا لما هتصدم اما ده عمل فيا كذا او ده عمل فيا كذا، لا مش شرط ان يكون الشخص ده وحش، او مش شرط ان يكون حد قاصد يأذيني. انا واحده من الناس كنت I'm victimizing myself. ما هو انا عشان طلعت كذا، ما هو انا غصب عني. طب ما انا يعني اكتشفت ان انا مغيرت بس الفيكتيم مود ده، وقلت لا انا ممكن اغير narrative shift still، وفي نفس الوقت with love. ان انا مش ايه ده، هو انا عرفت ان انا عندي مشكله، بس ايه ده انت هتعملي ايه في نفسك؟ انت لا، انت ما ينفعش بليم بقى، نخش في سايكل بليم، وانا ازاي بقيت كده، وازاي ايه ده لا، بالراحه على نفسك كده برضو. it's a mindset shift. بالراحه اعملي كل حاجه بس بالراحه. في حاجه بتحصل كبيره قوي دي ممكن في الاول واحنا بنتكلم كده ممكن الناس تحس ان هي حاجه صعبه قوي، بس والله بجد it's seconds بس. نقف مع نفسنا ونقول لنفسنا ان احنا التشينج اللي بيحصل ده for my sake، وان انا اقبله على قد ما اقدر، واشوف ايه اللي انا عايزه اعمله بعديها، الستيب اللي بعديها ايه التشويس بتاعي اللي انا عايزه اعمله. في حاجه قلتيها يا هام دلوقتي وشيري كمان بتقولها، ان احنا في وسط اللخبطه وبنقعد مع نفسنا وبنحاول نأكسبت البين sometimes احنا برضه we are lost، احنا we are confused. sometimes ده دايما most of the times. الانسرز لا كمان ما لا بتجيش ساعات على طول. الانسرز ما يعني بتجيش. it's a قالت process. جيجي حاجه مهمه قوي، ودي كمان أنا بصراحه استعنت بيها، ان انا I seek help. يا جماعه انا دلوقتي lost، انا متلخبطه، و I need to say it to Yes, all the this people is a very around good me. point. يا جماعه اللي انت انا بتقوليه دايما خدوا التيرن بوينت، ما تاخدوا اللفه تاخدوا ما اللفه تاخدوا النيو تاخدوا النيو تيرن تيرن وترجعوا تاني. يا جماعه انتوا ليه تعطلتوا؟ ففعلا لما تكونوا واقفين مستقين عادي اقف، ولازم اسال يا جماعه. اولا هقول للناس اللي حواليا بصوا انا مش مظبوطه،
I'm not happy، في حاجة بتحصل معايا غلط، they بقى understand they not بس دي برضو قصة تانية. كارج يا ريهام، مش I كله know على I فكرة، know وانتي بس نفسك it's مش a tip. عارفة انتي حاسة بايه، انتي اصلا مش عارفة ازاي تقولي للي حواليكي ده، ما انتي انتي في مش لازم رحلة تقوليه، بس تصادم مع نفسك، فاهمة بس قصدي؟ you can seek help, you can see a therapist, you مم. can search for a life coach, you can اوكي search for even a podcast, صح، a عندك حق. video، دي بقى اي حاجة. البوينت دي مهمة قوي، ان احنا دي في الستبس اللي جاية في الحلقة الجاية بتاعتنا هنتكلم عن التشينج والستبس اوف تشينج، وازاي احنا نساعد نفسنا ونطلب هيلب من اللي حوالينا ونقبل هيلب ونقبل ان مفيش حاجة بيرفكت، وازاي التشينج ده ممكن يبقى it's a linear، مش انا دوست على زرار اتغيرت، لا it's a process and it's a long journey of عايزين change. نسيب اكسرسايز مهم جدا برضو، انه احنا محتاجين الناس تبص على علاقاتها، على شغلها، على الفاينانسز، على الهيلث، and on a scale of 1 to 10 انهي جزء في ده واخد اقل من 5. ودي اول اي اوبنر ان حد يبتدي يعرف هي الخبطة اللي جاية هتيجي منين، لانه and how does it 10 look like. يعني انا النهاردة مدية صحتي 5 من 10، هي 10 دي بقى شكلها ايه؟ اوكي، طب الفاينانسز بتاعتي، الكارير بتاعي، الريليشن شيب بتاعتي، علاقتي بولادي، مدياها 4 أو أقل من 5، اوكي، هي امتى تبقى 10؟ ده exercise نقدر to leave people with فيه لغاية ما نتكلم على the wind of Yes, change. and you will reflect on الاكسرسايز ده مع نفسكم لما فعلا تسمعوا الحلقة الجاية، هتعرفوا how to implement الاكسرسايز اللي حصل ده، you will reflect back على الكلام اللي هنقوله في الحلقة الجاية. Thank you. Thank you. Thank you Gigi. Thank you Ciao. Roma.